دكتور حسام بقى يعني رحبت بالاسئله والله. بس بقى في سؤال مهم يعني برضو الناس بقى بتقابله كتير، موضوع الهاجس بتاع غيبوبه السكر. او في بعض الناس مرضى السكر يحس دايما يقول لك انا حاسس ان انا جسمي بارد وبدات اعرق ووشه بدا زي ما بيقولوا ايه يصفر او يبقى وشه شاحب كده، يقول لك انا حاسس ان هيغمى عليا. الناس دي ازاي تقي نفسها من موضوع غيبوبه السكر؟ ولو بدا يحس باعراض من دي او لو في اعراض تانية برضه حضرتك قولها لنا، ازاي يقدر يتعامل مع القصه دي؟ بصوا طبعا غيبوبة السكر دي يعني البعبع بتاع الدكتور. ايوه، ما هو انت بتاع الدكتور وبتاع المريض كده. ما هو بس الدكتور بس انا ببقى خايف اكتر كمان خايف على العيان بتاعي اكتر. هو العيان جه عايز يظبط سكره، فانا اديته الدواء سواء سكر عالي او سكر واطي، دخل في غيبوبه عالي او واطي، ما هو هيرجع لك انت اللي كاتب له الدواء. صح. فهو البعبع بتاعنا دايما عشان نظبط السكر انت خايف ان سكره ما يبقاش مظبوط عليه، او ان سكره يبقى الدواء ده جامد عليه وسكره ينزل اكتر من الطبيعي. بتحصل في ممكن عالي او واطي، لو مهبط بالظبط لو عالي او واطي سكره عالي. بس طبعا اللي يخاف منه اكتر الواطي، سكر الواطي، لان الواطي ما بيستحملش انسان، الخلايا المخ ما تستحملش السكر الواطي فتره طويله، يبقى اثره ليه اثار على طول سريعه. غير السكر العالي يعني العين بيبتدي يتعود، يعني عقبال ما نوصل لمرحله زي بيبقى عندنا وقت ان احنا نظبطه. فالسكر الواطي اخطر طبعا بكتير، ومعظم حالات السكر اللي العين بيحصل له وفاه وهو نايم بسبب سكر واطي. عشان هي السكر الواطي ده بالذات بقى هو البعبع بتاعنا. تمام. طيب ايه اللي يخلي العين سكره عالي او واطي؟ اول حاجه طبعا في مصر بالذات ان احنا ما عندناش متابعه دوريه. يعني اقول للمريض بس انت سكرك دلوقتي خلاص تمام، هتاخد العلاج ده 3 شهور ونعمل بعد 3 شهور تحليل. عايزين نعمل بعد 3 سنين على طول. انك وانا ماشي كويس انا مظبوط مش حاسس باعراض. هو المشكله ان هو بيربط ان هو مش حاسس باعراض يبقى هو كويس. هو كويس صح. عندنا السكر زي ما قلنا ليه مضاعفات على كل حته في الجسم. صامت ممكن بالظبط. اعراض ممكن يبقى مصيبه على الفني. حاجه من المضاعفات اللي احنا قلناها وما كانش حاسس انه في حاجه. فهو دي نقطه الاهم، ان المريض ما بيتابعش المتابعه الدوريه اللي المفروض يعملها. تمام. النقطه الثانيه انه قد يحصل خلل في اي وقت. يعني احنا قلنا دلوقتي ان السكر ليه تاثير على وظائف الكلى. تمام. فممكن وظائف الكلى تعلى في اي وقت. وظائف الكلى معظم في ادويه كتير بتشتغل انها التكسير بتاعها عن طريق الكلى، فلما بيحصل خلل في الكلى الدواء بيشتغل فتره اطول، فتلاقي السكر بدا ينزل. تمام صح. مع انه هو كان ماشي على نفس الدواء بتاعه، بس حصل حاجه خلل معين، مش بسبب الدواء بقى، بسبب حاجه حصلت في جسم المريض. فابتدي العين يخش في غيبوبه سكر وسكر يوطى وكده. نظام النقطه الثالثه نظام الاكل بتاع العيان والنظام الحركي بتاعه. ممكن يكون مثلا واحد بيفطر كل يوم رغيف، فخلاص انا مش نفسي، انا بقيت اكل نص رغيف، بقيت اكل ربع رغيف. طب انت الجرعه بتاعتك مظبوطه على الاكله دي. لما بتقلل الاكل بتاعك هتبتدي سكرك ينزل. ايوه صح. في ناس بتاخد اصلا علاج السكر وممكن ينسى ياكل، يقول لي انا رحت الشغل ماليش نفسي اكل. كل ده طبعا ما انت الدواء ده ما عندوش مخ. ايوه انت خدت خلاص يشتغل بالظبط، داخل جسمك هيشتغل ملوش دعوه انت جالت هو بيشتغل. النقطه الاخيره بقى الحركه بتاعتك. نفترض انت كل يوم بتمشي ربع ساعه، طب انت النهارده رحت نازل لاعب جيم وجناحات جري ساعه وساعتين، وكل ده بيحرق سكر، فهتلاقي سكرك ينزل. صح. فهو اي تغيير في نمط الحياه بتاع الاكل او المجهود او النظام العلاجي بتاعه، او لو حصل خلل بقى في حاجه يعني بالمصادفه بقى في وظائف كبده او كده او كده، طبعا ده بيغير التكسير بتاع الدواء في الجسم، وبالتالي ممكن السكر يوطى بسهوله. تمام. والعالي العكس برضه، هي مشكله العين ممكن ما بيتابعش، فالسكر مع الوقت الدواء بيضعف تاثيره بالنسبه للسكر، فممكن بقى مش يعني ده بياخد دواء بقى محتاج ياخد دوايين، بقى محتاج ياخد 3 ادويه. هنا المتابعه هي الاساس. فابتدي السكر يزيد ممكن يخش في غيبوبه السكر عالي بسبب ان هو مش بيتابع بالظبط كده. لكن اي حد ظهر عليه الاعراض دي في الحاله ديت يبدا ان هو سواء كان عالي او واطي. بص بالظبط يعني يعمل ايه بقى؟ طبعا السكر الواطي زي ما قلنا اخطر من السكر العالي ان تاثيره سريع. تمام. فبالتالي احنا هنتعامل ان هو في غيبوبه، هو يعني هيبتدي يحس باعراض المريض السكر اللي بقاله فتره طويله بيحس هو سكره عالي ولا واطي، بس احنا مش هنعتمد على كده طبعا. تمام. هبتدي يحس انه عرقان، بدا يبقى فيه ضربات قلب سريعه، بدا يبقى فيه تركيز، يقول لك انا حاسس ساعات بالظبط عمال يترعش، بدا يبقى العرق ده طبعا نقطه مهمه قوي. هو حتى بره بيبقى المرضى السكر في اوروبا وكده بيبقى معاهم كيس دايما معاهم مكتوب ان هو مريض سكر ومعاه حاجه حلوه وبنبونيه او كده، عشان لو حصل اي حاجه ياخدها بسرعه. الناس اللي حواليه حتى ومعدين يعرفوا يدوا حاجه حلوه. فاحنا بنتعامل لو احنا فنفترض احنا اللي عندنا مش عارفين سكر عالي وواطي، ما عندناش جهاز سكر في البيت، اول حاجه هنديله حاجه اقرب حاجه حلوه، ميه بسكر لو هو يقدر يبلع عيني هنديله اي حاجه حلوه على طول في ساعتها. لو هو سكر واطي هيبتدي يرفع شويه معانا، هيفوق بعد ما انقذناه. لو عالي شويه وزاد شويه مش هيفرق، او كده هيروح المستشفى هيتعاملوا معاه كده هيتعاملوا. فهو يعني السكر الواطي دايما بنخافوا منه اكتر من العالي. تمام.